جمال عبد اللطيف، رئاسة مشتركة مديرية البيئة بالطبقة. طبعا مدينة الطبقة مثل ما ذكرت على ضفاف نهر الفرات، تعتبر منطقة بيئية بحتة بالنسبة لمصادر المياه الموجودة فيها، بالنسبة لتنوع الأشجار اللي فيها والتنوع الحيوي. طبعا الفترة الأخيرة صار فيها أعمال تخريب وقلة عناية بالأشجار وقطع وغيره، والأحداث اللي صارت كان من الضروري أنه نأسس مشاريع لإعادة تأهيل المواقع البيئية والحراجية الموجودة بالمنطقة. طبعا من بداية العمل مع الإدارة قمنا بإعادة تأهيل الحدائق الموجودة عن طريق الترميم، عن طريق زراعة الأشجار بهي الحدائق. أغلب مشاريعنا كانت تستهدف التشجير. انتقلنا من الحدائق للمواقع الحراجية اللي على أطراف المدينة والحزام الأخضر والمداخل. كل سنة كان عندنا حملات تشجير نطلقها ببداية فصل الربيع. العام 2022 أطلقنا حملة تشجير 12500 شجرة ضمن مدينة الطبقة والأرياف التابعة لها. وصل العدد حاليا ل 10500 شجرة. راح نستكمل باقي العدد إن شاء الله بالأسبوع القادم. الشجرة تعتبر رئة الطبيعة، تضخ الأكسجين، تحمل الجو من التلوث من الغبار، منظر حضاري، منظر جمالي، ملجأ للطيور للحيوانات وغيرها. وغير هيك الموضوع الأهم اللي هو مكافحة التصحر اللي منتشر بشكل كبير بالآونة الأخيرة. يعني نحن كمديرية بيئة عملنا ينقسم لشقين، يعني قسم توعوي والقسم الثاني عمل ميداني اللي هو التشجير. ركزنا على موضوع حملات النظافة وأساليب التوعية عن طريق القارمات التوعية، عن طريق دروس ضمن المدارس مع حملات التشجير. كنا نوعي الطلاب موضوع النظافة والعناية بالأشجار والبيئة. القارمات وزعنا عدة قارمات ببعض المواقع الحراجية أو الحدائق. من ضمن حملات التشجير اللي نقوم فيها ندعي المشاركين معنا أنه يهتموا بالأشجار هاي ويهتموا بالبيئة ويمتنعوا عن رمي القمامة، عن الموضوع الحرائق اللي عم تصير، القطع الجاري للأشجار. من طبيعة عمل مديرية البيئة هالشيء هذا. سليمان المحمد. طبعا الأشجار لها عدة فوائد بالنسبة للهواء وللماء وللتربة. الفائدة الأكثر هي بالنسبة للهواء، هي تنقل هواء من الغازات الضارة، تنقي من غاز ثاني أكسيد الكربون، تنطي أكسجين، بالإضافة إلى جماليتها من خلال الاعتناء بالأشجار، سقايتها، عدم تكسير الأغصان، عدم رمي الأوساخ بالقرب من المناطق اللي يتواجد فيها الأشجار أو المزروعة. الشجر هي يعني ملاك عام للشعب بأكمله. نتمنى من الشعب يكون متعاون بهالموضوع هذا،